السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله راكم لاباس، ان شاء الله خوتنا كما راكم بخير. اهلا وسهلا بالجميع. فيديو جديد يا جماعه الخير وحلقه جديده بربي ان شاء الله رايحين نناقشوا فيها موضوع باهي ياسر ياسر ياسر، وجبنا فيها ادله بزاف بزاف بزاف. نطلب من خوتنا حاولوا تكملوا معنا الفيديو هذا حتى لافان باش نفهموا مع بعضنا يا جماعه الخير، وباش نحاولوا دائما نوصلوا ميساج. انا نحاول نوصل ميساج خوتنا للمكلفين بالاعلام الرياضي. يرحم والديكم بزايد بزايد اني غلب، يرحم والديكم. اعرفوا واش تقولوا وكيفاش تقولوا ولمن تقولوا، على خاطر انتم راكم ولفتوا تطيشوا المعلومات مليئه بالمغالطات. وانني من هذا المنبر نقول لكم باللي هذا الزمن هذاك نتاع الناس اللي تحكم المعلومه وترقد عليها، والزمن الخطاب الاحادي راه فض او فض ومش راح يرجع الى الابد. هذه غير كونك متهني فيها بربي ان شاء الله، لانه درك يكثر خير اللي دارنا اليوتيوب، يكثر خير ربي اللي عطانا شويه وقت وشويه فهم صغير خلاص باش نجيو هنا وندير لك فيديو كيما هذا ونحطك في الكادر تاعك اللي تستحقه. على خاطر يا جماعه الخير راهم ما حبوش يحشموا، راهي المعلومات غير دقيقه ومغلوطه بطريقه مش نورمال، يحب يوصل لك بها معلومه واحده برك باللي اللي حاكم درك الرياضه راهو الطب الطب، واللي كانوا قبله اكل راهم زيرو زيرو. هذه هي برك واش حاب يوصل لك هو. الورك الواقع راه ماهوش هذا هو. كيفاش الواقع مش هذا هو سي؟ تبع معنا معلم. الحكايه وما فيها خوتنا ان وليد صادي لم يمضي اي اتفاق مع الاتحاد الارجنتيني. تصدق؟ تصدق بربي ان شاء الله. كيفاش نبداوها خويا الحكايه تاعنا هذه؟ نبداوها بحاجه بسيطه ياسر ياسر ياسر. هي القصه وما فيها خاوتنا. كاين مؤتمر سنوي ديروا الفيفا كل مره في بلد. المؤتمر السنوي تاع العام داروه في 15 ماي 2025 في الباراغواي. وشهد هذا الحدث التاريخي مشان الممثلين مع 210 اتحاد من اصل 211 اتحاد، يعني كل الاتحادات الدوليه تتكاثم عن طريق ممثلين يتشاوروا ويتحكاوا ويديروا كذا. يعني ويتناقشوا فيه في امور اولتها وهي التقرير المالي للاتحاد الدولي يسنيوا عليه. قول لي انت كش ما كاين مواضيع مختصه بالبطولات، تنظيم البطولات يعني تحسين وكذا يديروه. كش ما كاين دول اللي حابه تقدم طلبات لاستضافه بعض البطولات يصابوا فيها ثم. كش ما كاين تغيير في اللوائح يصابوا فيها ثم. كش ما كاين اضافات يصابوا فيها ثم. وهذا العام واش داروا؟ هذا العام ابرز الاهداف مؤتمر فيفا 2025 اللي داروه في الباراغواي توسيع كاس العالم 2030 الى 64 منتخب، اطلاق كاس العالم من الانديه 2025، تعزيز مكافحه العنصريه، وتوسيع كاس العالم السيدات الى 48 منتخب، دعم كره القدم في الباراغواي. هذه هي اغلبيه الامور اللي خرجوا بها من هذا المؤتمر. هكا يا جماعه الخير باش نفهموا كل مع بعضنا واش قاعد يصرى وعلى واش قاعدين نحكيو. الجروب نتاعنا حنا نتاع الرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع نذير بوزناد راهم راحوا وسيدي بربطة المعلم باش يشاركوا في المؤتمر. راحوا للمؤتمر بربي ان شاء الله. وانا والله انا نقول لخوتنا اليوتيوبر اللي قاعدين يحكيوا ولا تصاوروا كذا، خليهم يصوروا الدم، يعني انت جات غير تصاور والله يا خوتنا ربي يحفظ. جات غير تصاور يعني هي الدعوه قالوا الاخر ماكله بعضها. احنا خليه يصور الوليد والصور ابن نذير حتى تشبعوا تصاور. راك في الباراغواي الجو باهي الدنيا مليحه، يضرب فيها كوستيمه وصور يصور صاحبي. والله انا من عندي انا راك مسامح دنيا واخرى بصح راهو يخرج لنا واحد كيما هذا الصحافي اللي في جريده المحترف هذه يحبس لك مخك يا معلم. درك لازم تركز معايا يا معلم وحاول تكمل معايا الفيديو، على بالك راح تتعب وراح تكره بصح. كوراج برك صعيب شيء. رئيس الفاف يتفق على اجراء شراكه مع الاتحاد الارجنتيني، معناها هذه سي سيرتيفي راهو يتفق فضلت، معناها الاتفاق راهو تم. يا هل ترى انا حنطرح سؤال واحد برك في الجمله هذه، يا هل ترى اتفاق بهذا الحجم يعدي انابيرسي الاتحاديه نتاع الجزائر سيدي اللي دات كاس افريقيا وكذا مع اتحاد الارجنتين اللي دات كاس العالم وعندها ميسي ودات كوبا امريكا وانجازات والدعوه راهي مشبعه بالانجازات. يا هل ترى يعدي انابيرسي يعني الاتحاد الارجنتيني ما يهدرش عليه؟ او اتفاق دوله مع دوله ما كان والو. هذا سؤال برك. الحاجه الثانيه التوضيح الثاني، الشخصيه هذه اللي هز الكره الخضراء هذه هو اللي راح نفتشوا عليه شكون واش يدير باش نفهموا باللي هذا الاتفاق هذا كله راه ماهوش، راه ما كانش اتفاق. راهي ممكن باش نحسنوا الظن يا اخي، تقولوا لنا احسنوا الظن الهواريه يا اخي، قلت لنا احسنوا الظن واعطيوا الفرص. هاني حنحسن الظن ونقول لك باللي الكلام راه غلط. الكلام الصحيح راهو ممكن فتحوا موضوع على هامش هذه الدورة أنه ممكن إن شاء الله هل ترى فيه إمكانية أنه نطوروا مع بعضنا ونتعاونوا مع بعضنا. هذا الأرجنتينيين قالوا له هيه ما كانش مشكل بربي إن شاء الله نتناقشوا فيها كي يكون عندنا وقت، على خاطر الناس هذه راهي ماشي تبص خير. الناس هذه الكالندري تاعها راه مقفول الربع سنين لقدام دين الله. أنت تجي تقول لي درت ماتش أميكال مع إسبانيا، الماتش الكالندري تاع إسبانيا مقفول حتى ل 2030 أو مقفول.
وقتاش راح دير الماتش هذا كي نموتوا كل. دونك هذا هو الصواب. رانا هل فيه مجال للاشتراء للشراكه؟ قالوا له هما بربي ان شاء الله كي يكون عندنا وقت بيبيلي دوك نعاود لكم نقعدوا قاعده تاع صواب ونحكيو على خاطر شراكه مش تمسخير. ماشي شعيب بوعندال عنده حكايه اخرى. قال لك كي تمسخير راهي سهله خلاص، نتوما برك قاعدين تصعبوا فيها جماعه، نتوما برك غلطين. بعد كل من الاتحاد الاسباني، دونك الاتحاد الاسباني راهو سيرتيفي سير باللي آه بعده يعني احنا مع الاتحاد الاسباني حيدرنا شراكه وصاي اوفيسيال. انا هنا نطرح لك السؤال الثاني يا سي شعيب، يا هل ترى الاتحاد الاسباني لكره القدم بطل العالم واوروبا والدنيا في القدم، يا هل ترى داروا اعلان؟ دوك نجيب لصاحبي بلي ما داروا حتى اعلان، ما كان والو. وبعض الاتحادات الاخرى، بعض الاتحادات الاخرى شتو جماعه الخير باللي يعني بالك يكتلموا ما يحترموش المستمع وما يحترموش القارئ وما يحترموش المشاهد. يعني هذه الكاليتي هذه من الغباء الاصطناعي الأوز دو دير تو. أو قال لك بعض الاتحادات الكروية الأخرى وأنت لك الحرية تشطح وتمرح بخيالك، يعني راك لك مرتلق الحرية. قول الباراغواي، قول الأوروغواي، قول نورث أمريكا، نورث لات، يا ولدي شوف راهي بعض الاتحادات الأخرى هذه هي العدد ما كانش معلم. عقد رئيس اتحاد كرة القدم فافو الاتصالي شراكة جديدة. أنا نطرحك السؤال الثالث شعيب، الشراكة القديمة وش هي؟ خاطر أنا شخصيا أنا ما نعرفهاش. إذا عندك شراكة قديمة خرجها لنا من لامورك ونعتنا باش نفرحوا معك شعيب. أنا حاب نفرح أقسم بالله، أنا حاب ندير فيديو ونفرح هذه الله ونقول شوف حنا درنا والله يا والله غير كيما قبيل عد علي واحد الخبر كان تاع راك تعرف تاع صفحات حك تربح هذوك قال لك راهم داروا كونترا فيكس لي جوار بروفيسيونيل، والله فرحت. ومن بعد رحت فتشت في الاتحاديه بعد ما لقيت حتى خبر وليت بطلت، والله غير كنت راح نفرح ومن بعد وليت بطلت. قال لك يا سيدي على هامش الدوره 75 لكونغرس الفيفا التقى، هاي هنا تبدا المشاكل. التقى وليد صادي مع رئيس الاتحاد الارجنتيني لكره القدم لوتشيانو ناكياس. يا هل ترى السؤال رقم 4 للسي شعيب، يا هل ترى لوتشيانو ناكياس هو رئيس الاتحاد الارجنتيني لكره القدم؟ تصدق اخويا بلي ماهوش هو، ها تصدق بربي ان شاء الله. لانه علاش اسي، ها هيك يا خويا. قال لك ذا ارجنتين فوتبول اسوسيشن ريبورتد ذات ذا فيرست فورمال ستيب، هذه من بعد دوك نرجع لها خاطر فيها معلومه اخرى في الفيرست باراجراف. سكند باراجراف واش يحكي لك؟ ها هنا قال لك اي اف اي بريزيدنت كلاوديو تابيا. ونزيد نروح لك الموقع تاع الاتحاد الارجنتيني نلقاو بريزيدنتي سينيور كلاوديو فابيان تابيا. ماهوش هذا اللي قلت لنا عليه السي شعيب، ماهوش هذا شعيب اخويا. هذا راه ماهوش هو رئيس الاتحاد. لوتشيانو ناكيس ماهوش رئيس الاتحاد الارجنتيني. اوكي. حيث أسفرت هذه المحادثات عن توقيع اتفاق شراكة وتعاون بين الاتحادين بهدف تطوير كرة القدم عبر تبادل الخبرات التقنية. كيفاش نتبادلوا، وقتاش نتبادلوا، شكون اللي يتبادل ما على بالناش. أي شراكة قال لك راه اتفقنا على شراكة بين اتحادين كبار. شكون اللي يدير هذ الناس ورحوا التفاصيل ما كاين على بالناش. دير لك باراجراف فيه 8 سطور معلم. وتنظيم برامج تكوينيه مش برنامج واحد، اي برامج يا شيخ والله تكون حتى تشبع تكوين الى جانب اطلاق مشاريع. يا ولدي ايش عيب ايش عيب. هل ترى انت تفهم معنى الكلمه، مغزى الكلمه، حجم الكلمه واللي طيش برك. اي كبيره الهضره هذه، ما تصلحش تقولها هكاك تكتبها لي انا في سطر وتروح ترقدها، ما تصلحش ما تصلحش. او لازم كي تقولها ديكورتيكيها، لخاطر يخرج لك واحد كيما انا شويه مهبول يقول لك اخويا شكون اللي راح يديروا المشاريع، واش اسمه المشاريع، وكيفاش راح نبداو في المشاريع. لخاطر قلت لنا بلي راهم سينياو على الشراكه. انا ما نظنش بلي جاسون تاع ديبيل يسني لك على الشراكه وما فيهاش حتى لي دات. اعطينا دات انا محتاج تاريخ برك. وتمثل الشراكة خطوة جديدة في انفتاح الفاف على الساحات العالمية مستلهمة التجربة من الأرجنتين والبقلاوة والخرش والزنجبيل. يا هل ترى الفاف في السيت تاع الفاف وفي لاشين فيسبوك تاع الفاف ما يقولوا نفس الكلام؟ أرواح أخويا معايا دوك نقول لك باللي راهم ما يقولوش نفس الكلام. الدورة ال 75 لكونغرس فيفا بأسونسيون اتفاق وشراكة بين الاتحاد الجزائري والاتحاد الأرجنتيني. يواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهوده في مجال التعاون الدولي من خلال عقد شراكات جديدة. أي كانت واحدة برك ومن بعد ولات بزاف. انني ما نحبش هذا الكلام الفاست هذا او يهبلني. انني انسان تاع حسابات. اعطيني شكون هذا وشكون تسميهم من ولد عمي. طب سكري هذا ولا وش هو القصه هذه؟ طب سكري يا صاحبي هذه امن دوله هذه ولا وش هو هذا يا اخي؟ تسمينا مع من تشاركت ولا ما تسميناش يا صاحبي باش نفرحوا معاك.
على هامش دورة 75 منعقدة حاليا. وبهذه المناسبة التقى رئيس الاتحاد الجزائري سيدي وصال يوم الأمس الخميس 15 مايو 2025 بالسيد لوتشيانو ناكيس. شكون هو لوتشيانو ناكيس شعيب؟ هو المدير التنفيذي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. يا هل ترى لوتشيانو ناكيز هو المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم. انا راح نبشرك يا اخويا العزيز ونقول لك باللي راهو ماهوش المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، صح؟ ايه تصدق بربي ان شاء الله. الاتحاد الارجنتيني كرة قدم سي محمد هو الرئيس تاعو كلاديو فابيان تابيا، وعنده لي فيس بريزيدنتي هو كي خوان رومان ريكيلمي، ما نعرفواش فيرا دافيز لويس غارزون كارلوس ما نعرفواش غابرييل خافير ما نعرفواش. السكرتيريو جينيرال هو كريستيان اريال، ومن بعد يجي نائب السكرتير جينيرال اللي هو لوتشيانو ميغيل ناكيس. لوتشيانو ميغيل ناكيس ماهوش مدير تنفيذي للاتحاد، ماهوش، هو نائب سكرتير جينيرال نتاع الاتحاد الارجنتيني لكره القدم. ما هي مهامه واش يدير؟ هذيك دوك نجيها لكم بعد. اسفرت هذه المحادثات على توقيع اتفاق شراكه وتعاون بين الاتحادين. دونك الوليد تلاقى مع نائب السكرتير جينيرال نتاع الاتحاد الارجنتيني لكره القدم، زي اللي ماهوش واضح هنا وماهوش مكتوب هنا والمعلومه اللي هنا خاطئه. اتفق معه وداروا شراكه بهدف تطوير كرة القدم مع بالخبرات التقنية وتنظيم برامج تكوينية جانب إطلاق مشاريع، ونفس الكلام يهزوا فيه يدوروا به وش يزيدوا شوية تحبيشات. هذا قال لك المدير التنفيذي، الآخر قال لك رئيس الاتحاد الأرجنتيني. تمثل الشراكة خطوة جديدة في انفتاح الفاف في ساحة العالم مستلهمة من تجربة نفس الحكاية. يا هل ترى لوتشيانو ناكيس اللي هو ماهوش المدير التنفيذي الاتحاد، معلومة غلطة زيرو خطأ، هو نائب السكرتير جينيرال تاع الاتحاد الارجنتيني لكره القدم، عنده صلاحيات يمضي شراكات. لوتشيانو ناكيس قبل ما نروحوا له نقول لك حتى تاريخ اليوم سي محمد لم يصدر الاتحاد الارجنتيني لكره القدم اعلان رسمي على موقع الكتروني او عبر حساباته الرسميه بشان توقيع اتفاقيه تعاون مع الاتحاد الجزائري، ما كانش. نفس الشيء بالنسبه للاتحاد الاسباني. هو قال لك يا شيخ حتى تاريخ اليوم لم يصدر الاتحاد الاسباني لكرة القدم اعلان رسمي عبر موقعه الالكتروني او قنواته الرسميه على وسائل التواصل الاجتماعي بشان توقيع اتفاقيه شراكه مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ما كان والو. لي اسبانيول ولي ارجنتان ما علنوا والو. نزيد نرجع لك النظام الاساسي لصلاحيات التوقيع في الاي اف اي، يعني شكون الناس اللي مخوله تسني اتفاقيات وشراكات، على خاطر لي زارجونتان هم فاهمينها تري بيان، هم فاهمينها باللي هذا الكلام هذا راه كلام كبير، ودوك نجيب لكم الدليل يا جماعه. فاهمين باللي هذه الهضره راهي كبيره، اي ما تعديش كاك برك، اي شراكه شيخ، مش تمسخير، مش كيما تمام حنا يطيش لك برك. احنا درنا شراكه ودرنا اتفاق، ومش شراكه جديده، مش شراكه يعني انيسيال، نو، راهي شراكه جديده. القديم احنا سقسيناهم نقول لهم نعطوا لنا القديم والراح باش نفرحوا معاكم. المادة 42 التمثيل والتوقيع، قال لك ينص النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم في الأرجنتين أن الرئيس هو الممثل القانوني المعتمد للاتحاد وله حق توقيع الاتفاقيات يا شيخ، كما تنص المادة نفسها المادة 42، أي أن توقيع رئيس يتطلب مصادقة الأمين العام لإضافة الصفة القانونية عليه. ويجوز النظام ايضا تنظم لجنه تنفيذيه قواعد توقيع المشترك الداخلي غاب الرئيس والقضايا المهمه. ماده 43 باش تقول لك هذا تاع الماده 43 في القانون تاع الاتحاد الارجنتيني بعد. يرافق الامين العام الرئيس في التمثيل القانوني للاتحاد ومتابعه تنفيذ قرارات المجلس واللجنه التنفيذيه تشمل الامين العام نصوص كذا كذا. لوائح الاي اف اي ما سبق فعل على سبيل المثال تنص الماده 56 على مهام الامانه العامه لمجلس الاداره هذه، ولم تشرح اللوائح اي صلاحيه مستقله للامين العام المساعد في التوقيع، ولم تشرح اللوائح اي صلاحيه مستقله للامين العام المساعد اللي هو لوتشيانو في التوقيع. ما عندوش لو دروا يوقع، ما عندوش اخوتي لو دروا يوقع حتى على شراكه حتى على اتفاق. لوتشيانو مسكين، يا لوتشيانو جاي يتغدى ويروح، فرات لوتشيانو مسكين جاي يتغدى ويصور ويروح. على خاطر علاش؟ على خاطر رئيس الاتحاد هو كان حاضر، ها هياكي، ها هو رئيس الاتحاد، ها هو كي رئيس الاتحاد تاع الارجنتين كان حاضر. دونك حتى الصفه نتاع انه الامين العام يجي بديل ولوتشيانو يجي بديل نتاع البديل ما كانش، على خاطر رئيس الاتحاد كان حاضر والامين العام كان حاضر والسكرتير جينيرال كان حاضر، كل كانوا حاضرين، كل على بعضهم راحوا ثم. هاي تصور.
دونك صلاحيات الأمين العام مساعد. يوضح النظام الأساسي أي أن دور الأمين العام مساعد محصور في أن يكون نائب للأمين العام ويقوم بالمهام التي يكلفه بها سواء في حال غيابه أو بتفويض صريح منه. بالتالي لا يملك الأمين العام مساعد أي سلطة توقيع بحد ذاتها على الاتفاقيات الدولية إلا إذا نقل إليه صراحة التفويض من الأمين العام أو قرار صريح من رئيس اللجنة التنفيذية. بما أن النظام الأساسي لم يمنحه سلطة توقيع مستقلة، فإن توقيع اتفاقيات التعاون مع اتحادات أجنبية سيظل من صلاحيات الرئيس أو من يفوضه رسميا مثل الأمين العام بعد تفويضه. وإحنا قلنا لكم بلي الجروب هذا كل واحد له محتاج يفوض واحد على خاطر من كل حاضرين، وإذا كانوا محتاجين تفويض راهو لازم هاد النقاشات قبل. أي شراكة أو ماهوش تمسخير، أي ماهيش كولوني دو فاكونس. هذه بعض الأمثلة نطويها عليكم يا جماعة الخير. راح نجيب لكم الحاجة نختموا بها بسيطة خلاص. قال لك يا سيدي، هذه اللي ترجمتها لك في الديبل. قال لك أفاد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه تم اتخاذ، شوفوا الناس يا جماعة الخير اللي تعرف تعطيك الكلمة الصحيحة، تم اتخاذ الخطوة الرسمية الأولى نحو تنظيم مواجهة بين منتخبين الأرجنتين وإسبانيا. شوفوا أخوتنا يعني سبحان الله العظيم، هيك بالإنجليش تشبع بعد. شوف The Argentine Football Association reported that the first formal step was already for organizing a duel between Argentina and Spain team. يعني أول خطوة فورمال حطيناها. شفت هذا هو التعبير الصحيح. ماهوش درنا شراكات هذه الله مع الإسبان ومع الأرجنتين ومع دول أخرى توب سيكري واحد ما يعرفها، ودرنا التكوين وراح نجيبوا المشاريع. ودرنا التكوين وراح نجيبوا المشاريع. على بالك يا معلم واش قال لك؟ قال لك تبادل خبرات وتنظيم برامج واطلاق مشاريع بيزد على واش؟ اتفاق شراكه، ماهوش وضع اللبنه الاولى، اتفاق اولي، اتفاق على اتفاق ما كانش، او خلاص كل راهو جاي في الطريق. هذا هو برك يا جماعه الخير الفيديو تاع اليوم. على باليش اذا كان طول ولا ما طولش. انجوي صحيتو.